السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جبنا فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفة تحلية بنينة وسهلة للسهرات وما تاخذش وقت وتجي خفيفة ياسر، وراح تحمر لكم وجوهكم. نصلوا على الرسول ونبدأ في التحضير. أول حاجة راح نبدو بالكريمة الكراميل. نجيبوا كيس سكر ونحطوه على نار متوسطة حتى يذوب، ما نمسوش خلاص الواحد السكر نتاعنا حتى كي نشوف نمسو نحركو غير الجهه اللي ذاب فيها السكر باش ما يتحرقش لينا. وانا عاده نعمل بالحليب، المره هذه جربت تاع الماء. نجيبو نص كاس ماء ونصبوه على السكر تاعنا اللي ذاب، وتاخذوا حذركم لا تتحرقوا، ونبقوا نحركوا حتى كي تعمل لكم الكعابره هذيك ما تخافوش، ابقوا حركوا حتى يذوب. ومن بعد ما يذوب نحطوا ملعقه كبيره تاع زبده ونحطوه جانبا. الكراميل تاعنا وجد نحطوه جانبا. راح نجيبوا المكونات اللي حنعملوا بها التحليه تاعنا. انا حبه بنان، كعبه بنان قسمتها على زوز، اطرح حليب، شويه قفرات، 4 مغارف ونص مايزينا، و 4 مغارف فروماج بلون. راح نجيبوا هذيك الإطرة تاع الحليب ونصبوها كاملة، ونحطوا 4 مغارف ونص تاع المايزينا بارد في بارد كما تشوفوا، ونجيبوا القفرات اختياري. كان عندكم اي بسكوي حطوه، اي بسكوي فاضل لكم حطوه. وراح نجيبوا هذوك 4 ملاعق اكل تاع الفرomاج بلون، ونصف من الحبة تاع البنان. وراح نجيبوا الميكسور وميكسو كلش مع بعضه بارد في بارده كيما نشوفوا، حتى نتاكدوا بلي المكونات كامله ترحت مليح. وزعما هنا نسيت السكر، حطيت 2 مغارف ونص سكر. اللي يحب تجيه حلوه ياسر يعمل 3 مغارف ونص، مع حساب تاع الكراميل يجي قد انا حطيناه في طاوه وراح نحطوه على نار متوسطه الى هادئه، ونبقى نحركوا مع التحريك المستمر. نحركوا ونشوفوا بدات تعمل لكم الفقاعات هذيك، نحبسوا. وراح نجيبوا المول تاعنا، المول اللي عندك كيما تحبي، نوعيه تاع المول اللي عندك، مستطيل، دائري. وانا كيما تشوفوا جبت هذا المول الدائري، حطيت كريمه الكراميل من تحت في لو فون تاع البلا، ونجيبوا هذيك التحليه اللي طيبناها اللي بالبنان والفرomاج بلون. اللي ما عندهاش فرماج بلون تعمل ياغورت، اي نكهه تاع ياغورت. انا جيت كملت هذوما النصف تاع البنان. وانتي الخضره او اللي فخوي عندك لديك الاختيار، تحبي حتى ترحي كامله البنانه مع في الطريقه الاولى لك الاختيار. وهذا الشكل النهائي. على الاقل تقعد لكم 2 سوايع. وقلبت المول، قلبت المول على الجهه اللي من تحت، وجبت هذاك اللوز افيلي حطيته مع الحاشيه، وجبت عندي دي فخوي، حطيت لي فخوي في الوسط، وعملت لي فخوي لي فريز من الفوق، فرامبواز عفوا لي فرامبواز. يعني ما شاء الله. ما نطولش عليكم، نتمنى تجربوا الوصفه وتكون عجبتكم، وديروا الوصفه وما تنسوش ديروا لي الجيم. وهنا قسمتها، يعني خفيفه وسهله وتحمر لكم الوجه. درك ما نرجع لكم نطلب منكم طلب، ديروا لي جيم وتشتركوا في القناه اللي مشتركش، باش وتعملوا تنبيه تاع القناه باه يوصلكم كل جديد ومع وصفات اخرى.